السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد ووصفة جديدة، وتنتمنى يا ربي نلقاكم هاد لا فيديو في تمام الصحة والعافية. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم فطيرة محشية تجي رائعة جدا، لا في الشكل ديالها وكذلك حتى المذاق تيجي لذيذ لذيذ بزاف بزاف، والطريقة ديالها سهلة. تنتمنى منكم كاملين اخواتاتي تكملوا لا فيديو حتى الاخر باش تعرفوا على المكونات وطريقة التحضير، وانا متأكدة ان هاد لا فيديو غادي يعجبكم ان شاء الله وغادي تستافدوا منه. ولأول مرة تيشاهد القناة فمرحبا والف مرحبا به، غير ما تنساوش اللايكات ديالكم للفيديو الى عجبكم من طبيعة الحال. ودابا ندوزو نتعرفوا على المكونات وطريقة التحضير. بسم الله وعلى بركة الله. اول حاجة عندنا 3 الكيسان ونص تاع دقيق الفورص، ونص معلقة تاع الملحة، ومعلقة كبيرة تاع الخميرة الفورية، وغادي نضيف لهم معلقة كبيرة تاع سكر سنيدة، وغادي نخلطوا العجينة بالماء اللي تيكون سخون. راكم عارفين البنات دابا راه الحال بارد، ضروري ما يكون الماء سخون. غادي نبدا نجمع في العجينة غير بالاطراف تاع الاصابع، ما فيها لا جهد لا حتى شي حاجه يا البنات، غير بيديكم ان شاء الله غادي ديروا هاد العجينه راه ساهله ماهله. وانتم الا بغيتوا البنات ضيفوا دقيق الفينو، يعني تعوضوا واحد هذاك نص كاس تاع الفرص تعوضوه بدقيق الفينو راه ممكن. انا درت 3 الكيسان ونص تاع دقيق الفرص. بعد ما تنجمع العجينه كامله مزيان مزيان، يعني غادي نغطيها بالبلاستيك الغذائي وغادي نخليها على جنب حتى يضاعف لي الحجم ديالها. وهنا عندنا الحشوه اختياريه، انا درت فيها فلفله خضراء مع الفلفله حمراء ومع البصله خضاريه. كما تعرفوا راه هذا هو الوقت تاع البصله الخضاريه، نحاولوا نستغلوه. وغادي نديرها على العافيه اللي تتكون متوسطه، غادي نبقى نحرك فيهم بملعقه خشبيه حتى كنشحرهم مزيان مزيان، يعني كتبدا ديك البصله تتبدا تدبل مع دوك الفلافل. والحشوه يا البنات راه تتبقى اختياريه. وغادي نضيف لهم صدر تاع الدجاج اللي قطعته مكعبات، وغادي نبقى ندخل بداك الصدر تاع الدجاج مع دوك الفلافل وديك البصله، غادي نبقى نشحر فيهم مزيان مزيان. وإلا بغيتو ديروا في بلاصه الدجاج ديروا في بلاصه الطون راه ممكن. كما قلت لكم اخواتاتي الحشوه اختياريه. وغادي نبدا نتبل فيها بشويه تاع البزار مع بودره تاع الثوم والخرقوم والكمون، هادو هما هذه هي العطريه وشويه الملحه. وغادي نبدا ندخل في ديك العطريه. انا ما درتش العطريه في الاولى البنات باش ما تتحرقش، يعني تنشحروا البصله والفلافل حتى كيتشحروا لنا مزيان عاد تنبداو نديرو في العطريه. وضفت معلقه تاع الهريسه تتبقى اختياريه. عاد البنات فاش يتشحروا ليا مزيان مزيان تنضيف اخر حاجه المعدنوس والقزبر، وكنبدا ندخل فيهم هكا في ديك الحشوه. صافي بعد ما تندخل داك الربيع في وسط الحشوه كنطفي النار، يعني ما كنخليش العافيه. صافي فاش يتشحروا ليا عاد البنات تنضيف واحد شويه تاع الفرماج تاع الموتزاريلا اولا الفرماج مثلث، داكشي اللي عندكم تقدروا تضيفوه. ولا ما عندكمش البنات الفرماج ما ديروهش، الفرماج غير باش يعلك لينا هاد الحشوه. انا طافيه النار البنات وكندخل في داك الفرماج في وسط الحشوه. غادي نخلي الحشوه تبرد ليا وغادي ندوزو للعجين. بعد ما ضاعف لنا الحجم نتاع العجينه غادي نحيدها من داك البول وغادي نديرها فوق طاوله العمل حتى نخرج منها داك الهواء. وغادي نقسمها على جوج، غادي ندير كره صغيره وكره شويه كبيره. غادي نستعن بشويه تاع الدقيق، راكم شفتوا البنات العجينه راه تكون رخوه شويه. صافي غادي ناخذ ديك الكره الصغيره وغادي نبدا نطلق فيها بالمدلك، وتنستعنوا بشويه تاع الدقيق باش ما تلصقناش العجينه في طاوله العمل. صافي بعد ما نطلقها غنجيبها في طاوله في الطاوه، غادي نديرها في الطاوه سمحوا لي البنات. وغادي نبدا نقاد فيها هكا بالاطراف تاع الاصابع ديالي، يعني باش تجيني مقاده. ماشي ديروا الوسط غليظ والجناب رقاق،
خاصها تجيكم بحال البنات، وتكون العجينه شويه رقيقه، ما ديروهاش غليظه بزاف باش ما تجيكمش ديك الفطيره غليظه. صافي كنوضع عليها الحشوه بعد ما تتبرد ليا واحد شويه. انا البنات راه كيما درتها كيما بديت تنقاد فيها، نتوما خليوها تتبرد لكم واحد شويه. انا راه غير مع التصوير هادشي علاش زربت عليها. وغادي ناخذ ديك الكره اللي تكون كبيره شويه، غادي نبدا نسرح فيها بالمدلك كما تشوفوا الصوره واضحه البنات. غادي ناخذها وغادي نديرها فوق ديك الحشوه، وغادي نبدا نقاد فيها هكا ونبدا ندخل فيها من الجناب. غادي ندخلها من الجناب مزيان مزيان باش تجيني يعني مقاده. صافي بعد ما تنقادها يعني وتناخذ واحد ليكوردو وتنثقبها، تنثقب ديك العجينه. وفي هذا الاثناء راه الفران تيكون شاعل البنات، تنسخنو من الفوق ومن التحت. وغادي نبدا ندهن فيها بشويه تاع الهريسه مع شويه تاع التحميره. غندهنها من الوجه ديالها مزيان مزيان. وانتم لكم الاختيار، بغيتو دهنوها بالصفر تاع البيض دهنوها، المهم داكشي اللي عندكم البنات تقدروا ديروه. صافي بعد ما تندهنها كامله وكما قلت لكم البنات انا غنديرها في الفران تاع الضو. غادي نشعل عليها غادي نشعل، رانا مشاعله اصلا الفران تيسخن، ولكن فاش غندخل هاد الفطيره غادي نخليها تطيب من التحت، عاد غادي نشعل عليها الفوق. صافي بعد ما دهنتها كامله غادي نجيب الجراره تاع البيتزا، غادي نبدا نقطع فيها هكا. غادي نقطع على 8. وانتم الا بغيتو تخليوها حتى كطيب هي لا تقطعوها راه ممكن، انا غير غادي نعلمها هكا باش فاش طيب ليا يعني تجيني ساهله في التقطاع. صافي بعد ما قطعتها غادي نجيب واحد شويه تاع الفرماج موتزاريلا. هذا راه غير اختياري البنات، راه تقدروا ديروا اي حاجه عندكم، تقدروا ما ديروش الفرماج نهائيا وتدخلوها الفران. صافي البنات دابا غندخلها الفران حتى طيب ان شاء الله وغادي نرجع معكم. ودابا بعد ما طابت شوفوا تبارك الله ما شاء الله كيفاش تجي البنات، راه تجي غزاله لا في الشكل لا في المذاق، تجينا مذهبه تجي حمراء وغزاله. اللي ذاقها عندكم غادي تعجبو. عرفتوا البنات راه تجي زوينه 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 بزاف بزاف. ودابا غادي ناخذ الشراره تاع البيتزا، غادي نبدا نقطع فيها كما قلت لكم قبيله. انا راه غير علمتها، دابا غادي نبدا نقطع فيها. انا راه خليتها حتى طابت من التحت عاد شعلت عليها البنات الفوق. صافي غادي نبقى بهذه الطريقه هذه، يعني غادي نمشي مع التقطيعه اللي درت في الاول. تنتمنى خواتاتي لو وصلتوا حتى لهنا ما تنساوش ديروا لي واحد اللايك غير باش تشجعوني فضلا وليس امرا. ودابا بعد ما قطعتها شوفوا تبارك الله ما شاء الله كيفاش تجي البنات، راه تجي شهوه منها. والمذاق اش نقول لكم راه تيجي غزال يا سلام. غير جربوها البنات راه غادي تنفعكم ان شاء الله في هذا رمضان، غادي تعجبكم وغتعجب حتى وليداتكم. ودابا غادي نقطع معكم واحد الطريف. شوفوا تبارك الله ما شاء الله راه تجي عامره من الداخل، تجي زوينه. شوفوا البنات راه تجي غزاله تجي عامره تبارك الله ما شاء الله. المذاق ديالها تيجي غزال، غادي تعجبكم وغادي تعجب حتى وليداتكم. تنتمنى خواتاتي تجربوها وما تنساوش التعاليق الزوينه اللي كتكتبوا ليا.